صباح الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون ريفيو عن الفاونديشن بتاع ويت ان وايلد. الفاونديشن ده انا بستخدمه بقالي فترة طويلة، وحتى هو يعني يعتبر قرب يخلص تقريبا. الحقيقة عجبني ان هو بيدي لوك طبيعي، مش بيبان ان انا حاطة فاونديشن. انا يعني جايباه نفس لون بشرتي. ف مناسب قوي للاستخدام اليومي. هو ما فيهوش SPF، لكن هو تقدري تحطي قبليه طبعا السان بلوك بتاعك. وانا برشح للحبة يعني تعرف سان بلوك كويس. افين حلو قوي، انا بستخدمه. نسبة حماية فيه 50. وفيه منه الانواع البشرة، يعني بتختاري على حسب نوع بشرتك. نرجع للفاونديشن. الفاونديشن هو اسمه كافرول. مكتوب ان هو كريم فاونديشن، وان هو اللوك الفينش سوري بتاعه مات. فانا فعلا لما بحطه على وشي، لا هو الفينش بتاعه حلو جدا وطبيعي جدا ومات، ما فيهوش لمعة. الفورمولا بتاعته او التركيبة بتاعته سائل شوية. هو مش سائل قوي، هو عامل زي يكون لوشن مثلا. للأسف ده انا مش عارفة الاقي الدرجة بتاعته. من يوم ما اشتريته كنت حاطاه في مشترياتي في فترة ما يعني. مش عارفة الرقم بتاعه كام، بس ده كان افتح درجة عندهم. القوام بتاعه كده يعني شوية، هو ليكويد بس تقيل شو، يعني عامل زي اللوشن اكتر. التغطية بتاعته فول كفر. لو بشرتك ما فيهاش عيوب كتير هيكون التغطية بتاعته فل. لو عندك عيوب مثلا زي حبوب تصبغات او حاجة، لا هتحتاجي منه طبقتين. ده انا بحاول اعمله بالبيوتي بلندر برضو. لو ملاحظين الحسنة اللي في ايدي تقريبا استخبت، يعني ما بقتش باينة قوي. ف ودي بيبقى لونها طبعا غامق. انتي لو عندك بشرتك ما فيهاش تصبغات جامدة او ما فيهاش بقع، هيكون التغطية فول من اول طبقة. لو عندك زي ما قلت اي تصبغات او حاجة، لا هتحتاجي منه طبقتين. الفاونديشن بصراحة ثابت جدا. ما بينزلش في الخطوط ولا حاجة. سواء حاطة برايمر او مش حاطة برايمر هو حلو. انا جربته كده وكده. الفاونديشن حلو جدا. اللوك بتاعه ناتشورال جدا، يعني مش باين ان انا حاطة طبقات، مش تقيل على البشرة خالص. وثباته عالي قوي. انا قعدت بيه تقريبا من 6 أو 8 ساعات، كان ثابت ولونه مرحش ولا جير ولا اي حاجة. وسعره 45 جنيه، وشايفة انه سعره مناسب جدا على الكواليتي بتاعته. وموجود عند مزايا. طبعا كل الفروع بتاعت مزايا. وموجود كمان عند هنا في الرحاب، يعني او الناس الساكنة قريب من الرحاب. موجود عند ابو يوسف في مول 2. وموجود في محل في مصر الجديدة اسمه عبد الوهاب. انا بس بتلخبط بين ميدان تريومف وسانت فاطمة، هو واحد منهم مش عارف. انا دايما بتلخبط، مش عارفة هو انهي ميدان فيهم، بس هو عبد الوهاب في المنطقة دي. عنده كل حاجة ويت ان وايلد برضه. ولو لقيتوها ناقصة من السوق شوية اليومين دول، اللي انا عرفته من كذا محل يعني بما فيهم مزايا، قالوا ان خلاص البضاعة بتاعت ويت ان وايلد داخلة خلاص وهتتوزع على المحلات. بس كده، هو ده كان الريفيو بتاع الفاونديشن ده. بصراحة يستاهل وحلو جدا وينفع الاستخدام اليومي. وانا بشرتي مختلطة. وكان مناسب معايا جدا وفضل ثابت لوقت طويل. حتى من غير ما ثبته بباودر هو برضو كان كويس، بس الافضل انه تثبتي بباودر علشان يقعد معاكي وقت اكتر.
بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديوهات جاية قريب. مع السلامة.